قال الفيلسوف: كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن حقيقة معنى الحب العفيف؟ هو إعجاب القلب، والإعجاب الشريف هو إعجاب العقل. فماذا إذن عن شهامة العشاق ونبل المحبين؟ الشهامة على إطلاقها هي الحرص على عمل عظائم الأمور بلا عجب ولا تعالي ولا غرور. ماذا عن النبل يا فيلسوف؟ هو سعادة النفس بالأفعال العظيمة وسرورها وابتهاجها بلزوم الخصال الكريمة. فهلا تكرمت فأوضحت وأفصحت عن حقيقة معنى السعادة؟ هي أثمن الأشياء وأكملها وأفضلها وأجملها وأطلبها وأرغبها. السعادة الحقة في رضا الله ومحبة الناس وراحة الضمير. فمن يا ترى تراه السعيد في هذه الحياة؟ هو الذي تكون سعادته ذاتية لا عرضية، وعقلية لا حسية، وفعلية لا انفعالي. والسعداء عموما يا بنيتي هم الذين رزقوا القصد من الخيرات الخارجة عنهم، وبذلوا الأموال وعملوا الأعمال التي تقتضيها الفضيلة. الحديث الآن عن بذل الأموال يسوقنا إلى الحديث عن الإيثار. فضيلة جميلة يتنازل بها المرء عما في يديه ويبذله راضيا لمن يحتاج إليه. ماذا عن الأنانية وحب الذات؟ سأل شاب ذات يوم أحد الحكماء فقال له: ما أسوأ وأدوأ مظاهر الأنانية؟ حب الذات يا ولد، وليست الأنانية أن تحب نفسك فقط، أو أن تسعى لخير ذاتك فقط، أو أن لا ترى إلا مصلحتك فقط، وإنما الأنانية أيضا أن تفرض على غيرك أن يحيا كما تريد له أنت أن يحيا. وهذه يا ولدي هي أسوأ وأدوأ أشكال الأنانية المريضة والبغيضة. ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة؟ قيل يا بنيتي: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. وقيل أيضا: من قال أنا وقع في العنا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.